السلام عليكم الإخوان، كي دايرين بخير؟ فيديو تعليق خفيف ظريف كما العادة. في قلب سهول آسيا الوسطى فين كيتلاقى التاريخ مع الأسطورة، غتبان شعوب وقبائل خلاو أثر عميق في مسار الإنسانية. قبائل بحال المغول، بحال الترك، بحال التتار. هاد المجموعات البشرية ما كانتش مجرد قبائل كتدور في الصحاري والسهول والجبال أو كتأسس في الإمبراطوريات، بل كانت روافد حضارية ساهمت في تشكيل خريطة العالم ثقافيا وسياسيا. قبائل خلت بصمات في كل بلاصة، من آسيا لأوروبا للشرق الأوسط وحتى في إفريقيا. من بين هاد القبائل كاينين الترك، واللي هما اللي غنهضروا عليهم في هاد الحلقة، واللي الموطن الأصلي ديالهم كما قلنا آسيا الوسطى. قبائل الترك اللي داروا تركمانستان، طاجيكستان، قبائل الأوزبيك داروا أوزباكستان، القرغيز قرغيزستان، الكازاخ كازاخستان، داخلين حتى في الصين اللي هما الإيغور المسلمين. من هادوك الترك خرجات فخضة ديال التتار اللي هي تخليطة بين الترك والمغول. الترك تا هما بحال الأمازيغ، ها اللي كحل ها اللي بيض، تا هما ها اللي عينيه عادية ها اللي عينيه مجبدة. غير حنا هادشي دارتو الشمس والحرارة، وهما داروا ليهم الثلج والبرودة. قلنا مني واحد القبيلة من الترك تخلطات مع قبيلة أخرى من المغول، عطاونا التتار، القبيلة الذهبية المرعبة اللي في واحد الوقت كانت قربت تسيطر على كاع العالم. وهاد التتار تا هما اليوم دايرين جمهورية، هما تتارستان داخلين في روسيا بحال الشيشان. انا تيبان ليا والله اعلم ان هاد الترك منهم خرجوا ياجوج وماجوج. الطريق اللي ضربت هاد القبائل ديال الترك ما عمر شي قبيله ضربتها من قبل منه. هاد القبائل ديال الترك كانوا قبائل كثيره، منهم كانت قبائل قطاع الطرق، سبيسياليتي ديالهم هي طريق الحرير اللي كتربط بين الشرق والغرب. هاد القبائل اللي غتعتنق من بعد اليهوديه وغادي يديروا واحد الامبراطوريه سماوها بامبراطوريه الخزار. وبحر قزوين راه كان شحال هادي سميتو بحر الخزار، بدلوا ليه السميه باش تنسى القضيه. وهاد الخزر راه هما اليهود الاشكيناز اللي انتشروا في كاع اوروبا، خصوصا في روسيا واوكرانيا، وزيلينسكي راه واحد منهم، والاصل ديالو راه من الترك امولاي الصديق. الامبراطوريه ديال الخزار اللي كانت معتنقه اليهوديه غادا تنهار بعد ظهور جوج قوى جديده اللي هما الروس والمسلمين. ديك الساعه روسيا راه كانت هي اوكرانيا، والعاصمه ديالها هي كييف، باقا كاع ما بانت موسكو، راه تلوحها وتفرفر، حيت اوكرانيا هي الاصل وكانت سميتها روس كييف. اليهود ديال الخزار راه ما عندهم حتى شي علاقه ببني اسرائيل ولا التوراة، هادوك غير بيادق مخدمينهم وضاحكين عليهم صحاب الحال، وهادوك راه هما الصهاينه. الترك من يسلموا غتولي سميتهم ترك عليك امان، ترك امان، هما التركمان. وحيت كانوا رجوله وصحاح، من يسلموا تحيد للعرب هذاك الامتياز اللي كان عندهم ديال الجهاد في الاسلام. داك الشيء علاش كان طبيعي غادي يزربوا على العرب، وداروا في المنطقه ديالهم وحده من اكبر الامبراطوريات في تاريخ البشريه، هي الامبراطوريه العثمانيه، ماشي غير في المساحه حتى في العمر ديالها. راه غير المغرب اللي خسر ليهم المنظر ديال الخريطه، اما كون دخلوا للمغرب راه كانوا غادي يدخلوا حتى لاسبانيا والبرتغال وفرنسا، صافي غادي يحتلوا كاع اوروبا وبلا ما نهضروا على افريقيا. دابا لاحظ معايا هاد الفرفيره ديال ياجوج وماجوج. نتنياهو من اليهود ديال الخزار اللي تشتتوا في اوروبا بعد الانهيار ديال الامبراطوريه ديالو، وقلنا ان الاصل ديالهم قبائل من الترك. تركمان اللي حتى هما من قبائل الترك غير هما سلموا، تشتتوا كاع في اسيا وحتى في اوروبا وفي ايران وفي روسيا وفي جورجيا وغيرهم. اردوغان الاصول ديالو من جورجيا، من تركمان قبائل الترك. نتنياهو واردوغان امولاي الصديق بجوج نفس الاصل اللي هما قبائل الترك. كما المغرب عنده مغاربه يهود في اسرائيل وكيتحكم فيهم، حتى تركيا عندها يهود من قبائل الترك كتحكم فيهم، غير هما كاملين صهاينه. تركيا حتى هي عندها لوبي ديالها من هادوك الترك ديال الخزار، ما عندهاش نفس التاثير عليهم بحال التاثير ديال المغرب على اليهود ديالو،
لكن عندهم هذيك القرابة ديال العرق اللي تيحن. واليهود ديال تركيا كاملين كما قلنا صهاينة، هما اللي سهلوا الطريق لتركيا وعطاوها التكنولوجيا العسكرية حتى بدات كتنتج هذوك الدرونات والدبابات. وبطبيعة الحال راه عندهم حقهم في القاميلة. بلا ما يخرجوا لنا في التعاليق هذوك صحاب العقول الضيقة اللي تتشوف غير حدا رجليها تبقى تسب في أردوغان. السياسة ما كانش فيها هذا الشيء، فيها غير المصالح والحماية ديالها. المغرب جاي تحول حتى هو الكراغيلة غير حيت في ذاك الوقت كان كيتحالف مع الاسبان والانجليز ضد العثمانيين اللي كانوا تيبغيو يهجموا علينا. وعاوتاني تيقلب الفيستا تيتحالف مع العثمانيين ضد الاوروبيين اللي تيبغيو يهجموا علينا، كما طرا في معركة واد المخازن. ولولا هذا الشيء كل يوم تنتحاربوا مع الكراغيلة على ديال من الكراكو والبقلاوة في اليونسكو، او تنهضروا اليوم الاسبانية او البرتغالية بحال داك الشيء ديال امريكا اللاتينية. هادي واحد يومين وحنا جالسين ما بينا ما علينا، بصبع غادي تفرفر لينا ليه الضمير بعد ما شاف الراية ديالو بألوان فرنسية. راه تلوحها وتهرب وانت مفرفر. هاد الشي راه داخل في عذاب القبر وسوء الخاتمة، وسبحان الله العذاب راه من جنس العمل. ياك هما اللي شدوا الراية ديال فلسطين وداروا فيها الهلال ديال الكراغيلة باش يربطوا القضية الفلسطينية بالقضية الصحراوية الوهمية. اليوم الصرف تيرجع وبصبع غادي يحماق لينا. وعلى دولة كيفاش هاد البلان غادي نشوفوه ان شاء الله في الحلقة المقبلة. دائما الخبر في راسكم. تحياتي. من ورقلة الأسرع. نعم. أنا عندي 40 سنة. نعم سيدي. طول صغير جا واحد الشيباني قالنا يحكم فيها أمازيغي ويعدل إن شاء الله. وقال ماني أمر وقت آخر، قال لك سباب هلاك الجزائر الصحراء الغربية. إيه؟ هذه للأمانة أني قلتها لك وتدبر راسك إن شاء الله. Selamun aleyküm ya muahrebine el mağrib hav al asıl ve el baki taklide taklide